هيركول بوارو يعود وكينيث برانا يكمل الثلاثية. أصبح عندنا 3 أفلام للمحقق العتيد الذي لا تفوته شاردة أو واردة، ويهتم بكل التفاصيل ويصل دائما إلى النتيجة. وأجاثا كريستي تتقلب في قبرها سعيدة بالنسبة لي فعلا بما تراه في الأفلام دي. أنا بحب السلسلة دي، وسنة 2022 لما نزل فيلم ديس أون ذا نايل وحقق إيرادات ما كانتش متميزة، أقل من 140 مليون دولار على مستوى العالم في مواجهة ميزانية وصلت 90 مليون دولار، فتوقعت إن السلسلة حكم عليها بالفشل. ولكن كان خبر نزول فيلم هانتنج ان فينيس كان خبر سعيد جدا بالنسبه لي، من اول ما شفت الاعلان لغايه لما شفت الفيلم. وفي دقائق بسيطه تعالى اقول لك ايه اللي انا شفته ورحله التميز اللي انا شفتها في خلال اول فيلمين، هل استمرت الفيلم الثالث ولا لا. السلام عليكم، فيديو جديد من فخ فيلم عن فيلم هانتنج ان فينيس، عن قصة أجاثا كريستي ومن تأليف وإخراج كينيث برانا الممثل البريطاني العتيد في شخصية هيركول بوارو في مغامرته الثالثة حديثا على الشاشة. تكتمل الثلاثية التي أتمنى أن تكون يعني مش عارف بقى فيها عشرية أو زود أرقام زي ما أنت عايز، لو أنت هتكمل على المستوى ده فعلا. انا حقيقه لم اقرا القصص بتاع جاثا كريستي، دايما كنت بقرا ملخصات، لكن القصه نفسها بالابطال بالحوارات بصراحه لم اغص في هذا العالم يعني. لكن في مغامرته الثالثه على شاشه السينما، هيركول بوارو بيعتزل تقريبا بعد نهايه الحرب العالميه الثانيه في بدايه الخمسينات في مدينه فينيس الايطاليه، ويبتعد تماما عن التعامل سواء مع القضايا او حتى مع الجمهور، لدرجه انه بيعين حارس خاص بيبعد الناس عنه تماما. ولكن بتخترق واحده بيتضح فيما بعد ان هي ليها علاقه قويه بهيركول بوارو هذا الحصار وتستطيع التوصل اليه، وبنكتشف مع الوقت ان هي سبب سطوع نجم هيركول بوارو في فكره حل الجرائم واكتشاف قدراته كمفتش ذكي جدا. وبتقول له ان في مغامره قويه جدا بتنتظرها، ان هناك عرافه تستطيع التواصل مع الموتى، وان هي في رحلتها الطويله اكتشفت ان كل الناس اللي بتدعي القدره دي هم ناس نصابين، ولكن السيده دي تحديدا لم تستطع انها تمسك عليها اي شك او دليل على النصب. ومن هنا بتقول له لابد ان نذهب الى القصر، وبتجهوا في سهره الهالوين في فيلا او قصر او بيت روينا دريك المغنيه الاوبرا المعتزله، واللي بنكتشف ان في قصه حزينه جدا خاصه بالبيت ده. اولا البيت من زمان في اسطوره بتروى ان هو كان ملجا للايتام، كان بيشرف على ادارته عدد من الاطباء والممرضات، ولكن نتيجه لظروف الحرب حبسوا الاطفال دول وهربوا، ولقى جميع الاطفال مصرعهم في قصه حزينه وماساه. وطبيعي بيتردد بعد كده ان ككل بيت موجود في مدينه البندقيه او مدينه فينيس هناك شبح، وبالتالي اشباح الاطفال ما زالت تسكن وتغني بالليل. القصه الحزينه الثانيه اللي حصلت من فتره كانت وفاه او انتحار بنت المطربه الاوبراليه، وده كان سبب وجود السهره نفسها او التجمع اللي موجود، ان كان الهدف ان الوسيطه الروحانيه مسز رينولدز لابد ان تتواصل او ترغب منها روينا التواصل مع ابنتها المتوفاه او المنتحره. فتبدا السهره بتجمع متميز جدا يتكون بقى، خد عندك مس رينولدز الوسيطه الروحانيه واثنين مساعدين، نكتشف ان هم بنت وولد شباب هارب من رومانيا وعنده رغبه حسيسه في الهجره او الهروب الى امريكا، وبالتالي بيعمل كمساعدين ليها. مديره المنزل اولجا سيمينوف المتدينه، ولكن بتؤمن بجميع الاساطير المحيطه بالمنزل وبتخاف من البقاء فيه. طبيب العائله الشاب اللي رجع من الحرب العالميه الثانيه ولكن بيحمل هواجس وهموم وتقريبا امراض النفسيه الناتجه عن صدمه ما بعد الحرب، مع ابنه الصغير الذكي جدا المختلف عن بقيه الاطفال الذي يقرا روايات إدغار ألان بو ويتمتع بفلسفة تسبق سنه بمراحل. خطيب الفتاة المنتحرة اللي فسخ خطوبته معاها قبل وفاتها بعدة أشهر، واللي بتوجه له دعوة مش عارفين من مين لحضور تلك الليله. واخيرا المفتش بوارو وحارسه الشخصي وصديقته الشخصيه اريادين اوليفر. تجمع متميز جدا من الاشخاص، وطبيعي يا دوبك انت بتتفرج على جلسه الوساطه الروحيه اللي بتنتهي نهايه غير واضحه، ولكن تتوالى بعد كده جرائم القتل، او تحديدا هم جريمتين قتل انت هتشوفهم. وصياغه الاحداث بتستمر مع هبوب عاصفه، وبالتالي هم محبوسين في خلال هذا المنزل اللي لغايه دلوقتي لم تنكشف اسراره كامله حتى الان. وفي نفس الوقت بيغلق بوارو جميع ابواب المنزل، مفيش حد هيغادر الا لما نكتشف اسرار الجرائم اللي موجوده دي. مش جريمتين القتل اللي حصلوا في الليله دي تحديدا، ولكن بيتطور مع الامر انه عايز يكشف نتيجه ما حدث في ليله انتحار بنت مغنيه الاوبرا. وبيدور الشك على جميع الشخصيات اللي موجوده في الليله، بل وبيدور الشك نفسه هل هناك قيمه او وجود حقيقي للاشباح ولا لا. في فيلمنا البالغ ساعه و40 دقيقه انت بتشوف كل الصياغه دي بمنتهى الاثاره والجمال الموجود في كل العناصر، سواء تمثيل، السيناريو والكتابه، الموسيقى والتصوير والاضاءه. الفيلم في الحقيقه حاز على اعجابي بشده لكذا سبب. اولا انا بحب تمثيل كينيث برانا جدا، وبعتبر دايما ان خلفيته المسرحيه اديته قوه في الاداء وتركيز عالي في تجسيد الشخصيه دي، بل انه زاد على نفسه حتى في كتابه الشخصيه المره دي، ان هو ما كانش مجرد الرجل المركز اللي بيهتم جدا بكل التفاصيل الموجوده، بل كان في نقطه تلاعب
قويه جدا انه كان بيشوف هلاوس وخيالات واشباح موجوده في المكان، وده كان بيأثر دايما على نقطه ادراكه لبعض التفاصيل في بدايه الفيلم، او زي ما بيتصور لك في بدايه او لغايه حتى قرب نهايه احداث الفيلم. ولكن بتكتشف بعد كده ان الرجل لا زال يتمتع بكامل تركيزه. دي نقطه كانت متميزه منه جدا في تجسيد الشخصيه دي. النقطه الثانيه، كتابه الفيلم هنا مخليها اصابع الشك بتتجه لجميع الشخصيات، لدرجه انك في الاخر تحديدا هتقول انا كنت شاكك في الشخصيه دي فعلا، اللي بتكتشف ان هي المخطط او القاتل او السبب الرئيسي وراء حدوث الجرائم دي. ولكن في الحقيقه طول ما انت بتتفرج على احداث الفيلم انت ما فيش شخصيه ما شكتش فيها، ودي بعتبرها نقطه ذكيه جدا، سواء يمكن في القصه الاصليه او في كتابه السيناريو اللي انت بتشوفه قدامك. الكاستنج اللي معمول هنا، اختيار الابطال الممثلين كان جيد جدا. جميع الممثلين تقريبا على مستوى عالي جدا، من اول بقى ميشيل يو، تينا في، جيمي دورنان، ريكاردو ساماريسيو، كيلي رايلي، الطفل جود هيل الجميل المتميز جدا، حتى امير المصري الممثل المصري معروف طالع في مشاهدين، مشهد في بدايه الفيلم واخر الفيلم، ومشاهدين مميزين ولذاذ جدا. الاداء التمثيلي بتاع الممثلين كلهم ساهم بشده في توظيف عناصر الشك والغموض اللي بتظهر قدامك على الشاشه، واللي بتخليك دايما قاعد مركز يمكن لغايه اخر احداث الفيلم. كل ده بقى مع استخدام اسلوب للتصوير وزوايا التصوير اللي كانت موجوده في الفيلم كانت رائعه. فكره الشك وان في تحس ان في هلاوس مسيطره على الشخصيات اللي موجوده، تواجد الاشباح. الفيلم ده تحديدا لو لم تكن وانت داخل عارف ان هو فيلم اثاره وجريمه، كان ممكن تتعامل معاه على انه فيلم رعب، لان كنت متصور في صيغه الفيلم في النص الاولاني فعلا انك بتحس انك بتشوف مشاهد رعب ومشاهد مؤثره ومشاهد معموله بطريقه ممتازه جدا. لكن انت طبعا انت فاهم ان في جريمه قتل حصلت، وبالتاكيد في اسرار موجوده، في شخصيه قاتله موجوده على مسرح الجريمه اللي قدامك اللي هو القصر، وبالتالي ده كان بيسحبك شويه، ولكن لا يمنعك من الاستمتاع تماما بالاجواء اللي موجوده. فيلم هانتنج ان فينيس من الخطوات اللي بعتبرها خطوه للامام، درجه عاليه وهو طالع بيها في سلم اداء الشخصيه، واتمنى فعلا ان يبقى في اجزاء تانية وثالثه ورابعه و17 حتى لو احنا هنستمر على المستوى ده. الخوف اللي كان موجود عندي ان ما يحصلش استكمال السلسله بعد الايرادات المتدنيه اللي كانت موجوده في الفيلم السابق، رغم ان الفيلم السابق انا بعتبره فيلم جيد برضه، لكن المستوى اللي انت بتتعامل هنا في الفيلم كفيلم جريمه، كفيلم غموض، كفيلم اثاره، كان جيد وممتع الى حد كبير جدا. اتمنى ان كل الناس تتاح ليهم فرصه مشاهده فيلم زي ده، لان الفيلم فعلا فيه عناصر جوده ممتعه جدا، وكفايه انك تتفرج على مغامره جديده للمفتش العبقري بوارو، الذي من وجهه نظري على ما شاهدته في خلال الافلام الثلاثه الاخرانيين دول لا يقل تماما عن العظيم شيرلوك هولمز. مشاهده ممتعه، واشوفكم تاني في فيديو قريب ان شاء الله. سلام.